الشاب ياسين الله يرحمه تيك في العائله فيها ام مكلومه، فيها ارمله مكلومه. وتصحيح المعلومه ان خلى بنيه، انا كنت قلت في واحد التصريح عندها ما وصلش 4 سنوات، ما فايتش حتى سنه ونصف. خلاه الاب اللي مشروع نيت، ما كان كيشوف فيه عمته. ياسين الله يرحمه تيخدم عمل عادي بحال أي الناس، وكيتعاون بإنتراك. تعيط له في التليفون لابليكاسيون باش غادي يمشي يوصل شي حد. مشى كيلقى المتهم الرئيسي مع واحد السيدة في سيدي موسى، وغادي يوصلهم في نواحي ديال وغادي يوصلهم بلاج دي ناسيون. مجرد ما وصلوا للباركينغ ديال بلاج دي ناسيون، تصرف هذاك السيد المتهم الرئيسي واحد التصرف بحيث كان موضع بداية أن عنده شي عاهة ولا عنده شي حاجة في رجليه ما يمكنش يجلس قدام. السيدة كانت جالسة قدام وخنقوا. الوقت اللي شافت السيدة واش قدر عليها الشغل، لأنها كان القصد هو السرقة، مابقاوش الأول. يعني سرقة المال والسيارة. السيارة الظاهرة اللي هي كان غادي نتكلموا فيها. فحاول يلقاو ماهمش الخلف غيولوا هزو السيد وحطوه اللور ديال السيارة، ومشى مع الرفيقة ديالته حطها في السلالة لأن ما بغاش نعرف. هي جات حتى للسلالة شرطة. حطها هي في السلالة. من بعد كما الطريق الدار البيضاء، والدار البيضاء طريق السلالة البيضاء، في الطريق هز معاه شي واحد، بقى كيدور هز معاه شي واحد. هو المتهم الثاني اللي ساعدو هز معاه شي واحد ومشى كيقلب على داك صحابو. دخل عند السيدة الثانية للدار، تلقى صاحبو الأول اللي هو واحد المحل ديال لاغاج، وهذاك السيد طلع للسيارة وشافو السيد كيقول لهم هذا راه داير اوفر دوز. وحتى الرديف اللي كان معاه الاول اللي هزو من الطريق قال له راه داير اوفر دوز، بما ان هذاك الرديف تيقول بانه انا بغيت نشرب لقيت واحد القرعه تما قال لي لا راه فيها الرصاص. يعني هذه المسائل اللي غادي تتبلور امام القضاء. فجاو جلسوا وذاكروا داكشي ومشى هو حقا يوصلوا تفرقع عنده شي قنوه. اسمح لي استاذ نقاطعك. اول سؤال كيتبادر للذهن، واحد السيد اوفر دوز سالينا به ما فاقش، خاصنا نديرو الطلب. دابا يعني هذا هو اول سؤال. هذا تساؤل غادي يطرح امام المحكمه، او لا الا بغيتي تقول الاشكال اللي كيبين بان راه كاين تخطيط وكاين مسائل اخرى. ما فهمتش بغيت تقول، ولكن ما كناش نصححوا شي حوايج. اللي كاين هو انه الاستمراريه في هذه الطريق هذه بقينا غادي كنجروا من هنا هنا تيدخل الخال على الخط، وكيدخل واحد الصديق اخر اللي هو الخليل ديال المراه الثانيه، وتنوض واحد سوء التفاهم. ومع ذلك جلسوا ما ولاش يشوف الاشياء. بعد تيخرج هذاك السياره تاعنا وكيمشي. هذاك الثاني من هذا اللي كان معاه تلاقاه في الطريق كيفهمتو واحد التليفون، عيطت له امو، كانوا هما كيصاوبوا واحد الكاميرا اللي تفرج عليه، عيطت له امو، وقفوا عليهم الناس ديال الدراجين، سمعوه تيقول لهم انا جاي الوالده. قالوا لي سير 3 ساعات اخرى انا من داوي سوابق ورجل عقل ماشي شي واحد رسائل. يمكن هذا هو اللي فلتو اخر صبر ولا وزاد في حالته. هنا كنطرح تساؤل في الليل في البيريفير اللي في الطريق ديال الركاب، تلقى جوج الناس واحد سوسبي واحد هذا، وكيبقوا شويه يوش بليش. من بعد نص من الجثه من بعد ما حرقها. يعني حرقها كان حي او لا كان ميت؟ هذا السؤال اللي كتبادر عند الناس. ما طالعناش على المحضر. وحتى السيد الوكيل العام الله يجازيه بخير كان كنشد بحراره على يدو،
كان يعني لان كان الوالدين ديال هذاك المرحوم امه ومراته كانوا جالسين، ما بغاش يستمر في هذا، ملي بان ليه الامور غادا في واحد التوجه فما عطاش معطيات اخرى. هادشي اللي كاين في الصوره. فتحالوا على قضيه السيد قاضي التحقيق. السيد قاضي التحقيق حتى نظروا ان السته اللي متورطين جريمه القتل مشاو الى ثلاثه الاخرين، بما فيهم السيده اللي كانوا عندها في الدار اللي تصوت لها، مشاو تعشات معاهم في 4 الصباح، كنا وشربوا الله اعلم باش ما يبقوش هذا. مولا راجل مشى قال لك العين ديالو شهاده جا شتا الصباح، يعني شاف واحد ميت في الطوموبيله وشاف. ما درتش شي حركه، ما درتش شي حاجه. هذا هو اللي خلى المتابعات اجمالا القتل مع سرقه صار عدم تنكيل او التمثيل بالشتاء، عدم تقديم مساعده لشخص في خطر، عدم تبليغ، كاين فساد، مشاركه في القتل، مشاركه في السرقه. تظهر لي هذو هما المتابعات. كاين نصب بالنسبه لواحد من هذوك اللي خرجوا وعدم